الامر اتطور لان واحد من جمهور نادي الزمالك ربنا كرمه وفتح عليه وبقى محلل واعلامي بيروح عشان يزيط، بل انه ينقل العقليه الانهزاميه بتاع جمهور الزمالك على شاشات اليوتيوب ويقول لجمهور الهلال السعودي الطريقه المثلى لمقابله او لمواجهه مانشستر سيتي انك تدخل تنام وتصحى الصبح تقول انا ما شفتش الماتش. يا سلام، هو ده المحلل المفروض يعمله؟ المحلل المفروض يقعد قدام الشاشه ويقول للناس الطريقه الجيده اللي تقدر بيها تتغلب على قوه فريق مرعب زي السيتي، انك تعمل 1 2 3. هيبقى عندهم اوراق قويه جدا تنفع تتمسك بالشكل الفلاني، واتمنى ان فلان الفلاني يبقى في اعلى فورمه عنده النهارده علشان نقدر نعمل حاجه. انت محلل عربي بتحلل لفريق عربي هيواجه فريق قوي عالمي، ليه انت بتصدر الروح الانهزاميه دي؟ الاسوأ من كده انك ما حافظتش على كلمتك، بالعكس انت مسحت الفيديو، وبعد ما مسحت الفيديو رحت عشان توضح او تفسر او تلوم وتعاتب. بتعاتب الناس علشان دخلت في نواياك وقلت ان انت ما عندكش مانع خالص ان هم يبقى عندهم مشكله مع الافيه او النكته او التحليل، او حتى ما عندكش مشكله ان هم يبقى عندهم مشكله مع شخصك الكريم، الا انك يا عفيفي بتشرب من نفس الكاس اللي انت صبيته لمحمد ابو تريكه زمان. الكاس اللي انت فيه ما دخلتش في نيته دلوقتي، لا ده انت دخلت نيته في المستقبل. محمد ابو تريكه اوعوا تقولوا عنه قديس، واوعوا تقولوا عنه مؤدب ومحترم ورياضي واخلاق. ليه بقى يا عم عفيفي؟ علشان كلامكم ده هيبقى ذريعه ان الدوله تحطه في منصب من مناصب الاداره الرياضيه في مصر، وساعتها يظلم الزمالك. يا راجل زعلان ان الناس فسرت الكلام اللي انت قلته فعلا، في حين انت فسرت شيء في علم الغيب وعن راجل